تعرف ان مصر انتصرت ورفعت علمها في اول معركه في الحرب دي في قد ايه؟ هديك 3 اوبشن، كان 6 ساعات ولا 6 دقايق ولا في 6 ايام؟ 6 أيام. اشمعنى؟ قول لي ليه. الحرب كانت طويلة. طب انا عندي فكره حلوه، انا هخلي اللي يجاوب عليكي الرئيس انور السادات. اتفضل السمع. ازيك؟ الحمد لله. قول لي اسمك ايه؟ ياسين. تاي. مريم. قول لي يا ادهم انت في سنه كام؟ سنة 6 ابتدائي. قول لي يا ياسين، تعرف ايه عن حرب 6 اكتوبر؟ كانت 1973 كان ناس كتير ماتوا. مصر في 6 أكتوبر رجعوا الأرض سيناء وكسبناهم في 6 ساعات وإحنا صايمين. والجيش المصري وقع جبل إسرائيل كانت عاملاه. صح، شطور قوي. حلقه النهارده هكلمك فيها عن 6 اكتوبر، هسالك شويه اسئله عن الحرب واشوفك عارف معلومات عنها ولا لا، وكل سؤال هتجاوب عليه صح هتاخد من AWE كوينز اللي قدامك، وفي اخر الحلقه هنبدلهم عشان تساعد اخواتك في فلسطين. قدامك على الكمبيوتر 3 صور فيهم 3 خرائط، تقدر تقول لي انهي فيهم خريطه سيناء؟ 2. طب قول لي ليه قلت 2؟ عشان في هنا البحر المتوسط. الأولى. سيناء. 1. خدي بوينت. طب رقم 1. نمبر 1. صح، شاطر، خد بوينت. طب هو سينا فعلا بيطل على البحر المتوسط، بس هي رقم 1. قدامك 3 صور ل3 رؤساء كانوا رؤساء لمصر، تفتكر انهي واحد فيهم كان رئيس مصر في وقت حرب اكتوبر؟ اول واحد محمد نجيب، وتاني واحد انور السادات، وتالت واحد جمال عبد الناصر. تعرف انهي واحد اللي كان رئيس مصر في حرب اكتوبر؟ جمال عبد الناصر. رقم 2 تقريبا. اسمه ايه؟ أنور السادات. صح. 2. نمبر 2. ماشي يا حمزه، شاطر. أخد واحد. خد طبعا، خلاص ده اوتوماتيكلي كده. معاك كام واحده؟ 2. ماشي. تعرف ان مصر انتصرت ورفعت علمها في اول معركه في الحرب دي في قد ايه؟ هديك 3 اوبشن، كان 6 ساعات ولا 6 دقايق ولا في 6 ايام؟ 6 أيام. اشمعنى؟ قول لي ليه. الحرب كانت طويلة. طب انا عندي فكره حلوه، انا هخلي اللي يجاوب عليكي الرئيس انور السادات. اتفضل السمع. وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. 6 ساعات. قال ايه بقى؟ هو قال لي ان احنا دمرنا العدو في 6 ساعات، والعدو ما كانش عارف يتوازن من قوة مصر وقوة الجيش بتاعنا، عشان تعرفوا ان جيش مصر يعمل في سر. 6 ساعات. ايه الشطاره دي كلها؟ خد بوينت. طب السؤال اللي بعده، فاكر لما قلت لك من شويه ان مصر انتصرت وكسبت وعدت قناه السويس؟ لما جيشنا جه يعدي القناه لقى حاجه مستنياه اسمها خط بارليف، طولها اكتر من 20 متر وكانت متكونه من رمله. تفتكر بقى عشان يعدوها استخدموا بندقيات ولا بالدبابات ولا بخراطيم الميه؟ دبابات. مية. تقول لي ليه؟ عشان ما كانش معاهم حاجات كتيرة. هقول لك حاجه، وانت بتصيف وبتعمل حاجات بتلعب في الرمله والحاجات دي، ايه اللي بيجي وبيخلي الرمله دي على طول تبوظ؟ مية. بالمية. يبقى بخراطيم الميه. اه. ماشي، شاطره جدا يا مريم، خدي البوينت. كان صاحب الفكرة تقريبا اللي هو تقريبا هو حاجة ذكي، حاجة صح. زي كده، فاكرة قوي. زكي يوسف. بس انت شاطر، انت عرفت لوحدك ان هي عدوها ازاي. ساعه الحرب، حرب 6 اكتوبر، كانت الخطوط والتليفونات بتاعتنا متراقبه، فالجيش المصري قرروا يعملوا حركه ذكيه ويتكلموا بلغه ما حدش غيرهم يفهمها. اخترعوا لغه، هسمعك دلوقتي فيديو بيتكلموا فيه باللغه دي، تمام؟ ماشي. قائد اللي هو جوريس كون نجيب يكون كده سامع ايه؟ يجا تيجون نشويشك تكون في جرا كده شويشكون يزبا شكون كده هذا أقول السنة يدودس اللي نجا من أيام سنينغرا قدر دينو يجون نينغرا عمل كده فينا. ايه اللي انت سمعته ده؟ قول لي كانوا بيقولوا ايه؟ مش فاهم أي حاجة. قول لي طيب كانوا بيقولوا ايه؟ مش عارفة أقول ولا كلمة. هقول لك دلوقتي 3 اختيارات وتقول لي اللغه اللي انت سمعتها دي اسمها انهي واحد منهم، العرباوي ولا السيناوي ولا النوبي؟ سيناوي. نوبي. صح، شاطر. نوبي. ايه الشطاره دي؟ اللغة النوبية. صح. اللي اتكلم ده هو الشاويش احمد ادريس، صاحب الفكره اللي ساعدت مصر في الحرب، من النوبه، يبقى دي لغه ايه؟ نوبية. صح. السؤال اللي بعده، في كل شده او في وقت صعب زي وقت الحروب بيطلع اغاني وطنيه، هسمعك 3 اغاني، في واحده منهم بتتكلم عن حرب اكتوبر، تقول لي يا انهي واحده فيهم. ماشي. ابتدي باول واحده، قول لي انت سامع ايه برضه. بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ على مصر. اسلام يا جيش بلادي، اسلام الايادي، اسلام يا جيش بلادي. قول لي سمعت ايه؟
في اخر حته كان بيقول عن سينا، ام سينا حاجه زي كده. طب انت بتعرف اصلا الاغنيه دي؟ اول ماشي. مره اسمعها. طيب حط السماعات تاني وهسمعك تاني اغنيه. الأقصر. طب الاقصر تفتكر كده بيتكلموا عن 6 اكتوبر ولا لا؟ عن حرب 6 اكتوبر ولا لا؟ صعيدي، يبقى صعيدي يعني. سمعتي ايه؟ انهم بيتكلموا عن سلام وبلد فاكره اي حاجه؟ بيقول انا سمعت سلام. هما كانوا بيتكلموا عن مثلا حضرتك مثلا من الامارات وجيتي مصر، فهم بيقولوا لك نورتي مصر، بس هي طبعا دي مش تبع حرب اكتوبر. طب اخر واحده بقى ونشوف. دي قولي سامع ايه؟ دي اغنيه ايه؟ الله اكبر بسم الله بسم الله. تفتكري طيب انهي واحده من ال3 اغاني دول اللي اتعملت لحرب 6 اكتوبر؟ اخر واحده. تالت واحده. صح، شاطر. خد واحده. هي دي. هي دي اللي كانت في حرب 6 اكتوبر. رقم 3. خد البوينت طبعا. هسألك سؤال صعب شويه صغيرين. تعرف تقولي حرب 6 اكتوبر كانت في شهر ايه هجريا؟ قريب من رمضان. في اختيارات؟ انا ممكن اديك هنت. جنود مصر كان في منهم صايمين في الحرب دي، يبقى كانوا في شهر ايه؟ رمضان. صح. شهر رمضان. ايه الشطاره دي يا حمزه؟ صح. ايه ده رمضان؟ كانت في العاشر من رمضان. تعرفي ان مصر ما كانتش لوحدها لما حاربت وكسبت اسرائيل؟ تفتكري مين من الدول اللي كانت بتحارب معانا؟ هديكي اختيارات: مصر وموريتانيا، مصر وسوريا، ولا مصر وموريتانيا وسوريا؟ مصر وموريتانيا وسوريا. هي كانت واحدة بس صح؟ سوريا. مصر وسوريا. مصر وسوريا؟ صح. ايه الشطاره دي كلها؟ اللي كانت معانا كانت مصر وسوريا، موريتانيا ما حاربتش معانا. ماشي؟ قدامك سبوره واقلمه، عايزاك ترسم لي رسمه بتعبر عن حرب 6 اكتوبر، عن كل حاجه تعرفها عن 6 اكتوبر. ارسم علم مصر وبعد كده ارسم جنود مصر. في جبل وجندي من الجنديين المصريين واقف وماسك علم مصر. طب قولي غير الدبابه ممكن ترسم ايه كمان؟ انسان جوه الدبابة، واحد بيزقه والتاني. طب رسمته ولا لسه؟ هترسم ايه تاني؟ قولي عايز ترسم ايه؟ جيش. جنود. ماشي. اشرح لي ايه اللي انا ده الدبابة والجندي. ده جبل ماشي. والجندي المصري طلع ووقف عليه وماسك علم مصر. هنا مطرح انفجارات، وهنا دبابة بتطلع انفجارات أكتر. هنا جنديين. ده جيش وده علم مصر. قولي. ده علم مصر، واحد برضه من الجيش، ودي عربية. ماشي يا ياسين، خد بوينت طبعا على الفن ده. ده فن. ايوه طبعا. انت يا حمزه كنت شاطر جدا النهارده، تقريبا انت عرفت كل الاسئله صح؟ قولي بقى معاك كام كوين؟ 1 2 3. نعم. طب انا هقول لك على حاجه، احنا هنحط الاثنين دول على ال8 بتوعك ونبدلهم كلهم ونتبرع على اخواتنا في فلسطين. ماشي. عشان انت شاطر يا حمزه وجاوبت على كل الاسئله وساعدت اخواتك في فلسطين، سلاح التلميذ هيديك فاوتشر تشتري بيه كتب الترم الثاني من الويب سايت. تمام. وبكده حلقتنا خلصت. عجبكم؟ ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير وسبسكرايبر. وما تنسوش تدعموا اهلنا في فلسطين. باي.